السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جت في العارضة. تحليل مباراة الأهلي والأسيوطي، مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 على الأسيوطي العنيد. فاصل وهنتكلم على أبرز ما جاء في المباراة شوط شوط وهنرجع لبعض تاني. حيث لعب النادي الاهلي بخطه 4-2-3-1، وبدأنا نشوف كابتن حسام البدري يعتمد على محمد هاني ناحيه اليمين في مباراه لا في اتنين لا في تلاته، وبدأنا نشوف بعض اللعيبه اللي بتاخد راحه وبترجع تاني، وبعض اللعيبه اللي كانت محتاجه راحه فتره طويله اكتر من كده. هنتكلم على التشكيل وهنشوف التشكيل ايه. حيث لعب الكابتن حسام البدري زي ما قلنا بخطه 4-2-3-1. في حراسه المرمى شريف اكرامي، عوده حميده بعد اصابه محمد الشناوي. في قلب الدفاع محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، رحيل. في نص الملعب ارتكاز السولية عاشور. وهجوم من اليمين مؤمن زكريا، شمال جونيور اجاي، صانع لعب عبد الله السعيد، وراس حربة وليد ازارو. بصراحة كان في بس تعليق كده قبل ما نتكلم في الشوط الأول. مؤمن زكريا ما كانش ظاهر في المباراة، كان إجهاد تقريبا أو ضغط مباريات عليه. فكنت يعني منتظر، يعني طالما كده كده انت بدأت بيه، كنت منتظر في نص الشوط الأول ان يخرج مؤمن زكريا وينزل مكانه باكا ينشط الجبهة ديت في ظل التكتلات الدفاعية اللي كان عاملها بشكل رهيب علي ماهر، وكان راصص لعبته رصه كويسه جدا في نص الملعب، وكان عامل تكتلات دفاعيه مغطيه على اي هجمه بيحاول النادي الاهلي يلعبها في عمق دفاعات فريق الاسيوطي. وده اللي كان بيعيب النادي الاهلي، انه كان بيحاول يخترق دفاعات نادي الاسيوطي من العمق، في ظل ان كان ممكن يلعب على الاطراف ويفتح الدفاعات ديت ويقدروا يضموا على الاطراف، وتقدر تلعب انت في الوقت ده في العمق، سواء لعبد الله السعيد لما مال في الشوط الثاني ناحيه الشمال واحرز الهدف الثاني، الهدف الاول للنادي الاهلي بطريقه روعه جدا. اولا هنبدا بالشوط الاول. الاهلي لم يبدا بالمستوى المطلوب منه زي عودنا في المباريات اللي قبل كده، سواء انبي او الاسماعيلي او الخصم، حيث قدم النادي الاهلي اسوا مباراه ليه او اسوا شوط في المنافسه على الدوري العام الممتاز، ولم يظهر الاهلي طول المباراه بسبب الضغط اللي كان عامله فرقة الأسيوطي بقائد علي ماهر المتميز في الترتيب الدفاعي قدام النادي الأهلي. كان علي ماهر بيلعب بخطة 4-1-4-1 في المنطقة الدفاعية، ومكتل دفاعه ورا بشكل كويس ومنتظم، وكان بيحاول يطلع بستارة دفاعية على أي لاعب من النادي الأهلي بيحاول يستلم الكورة بيلاقي واحد واتنين يقدروا يضغطوا عليه. كان فرقة الأسيوطي بتحاول تلعب على الهجمة المرتدة خلف دفاعات النادي الأهلي بطريقة كويسة، وده اللي كان واضح جدا من محمد عنتر مهاجم فريق الاسيوطي، اللي كان بيعمل ازعاجات في دفاعات النادي الاهلي. وده كان بسبب الكرات الطوليه اللي كانت تتلعب في دفاعات النادي الاهلي، او المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي في المباراه ديت، وهو اللعب ورا الاطراف، خاصه عمرو بسام ومحمد عنتر وشيكا اللي كانوا عاملين ازعاج للنادي الاهلي في المنطقه الهجوميه. الاسيوطي بيضغط على الاهلي، وده خلى الاهلي يبني الهجمه بشكل بطيء جدا، وما كانش بيقدر يبنيها ويقدر بيطلعها الا عن طريق كره طوليه في العمق، فكانت سهله جدا للستاره الدفاعيه اللي كان عاملها علي ماهر، ويقدر يستخلص الكوره بشكل كويس. وكانت في حاجه كمان تحسب له، كان بيبني الهجمه بشكل كويس من تحت بدون تطفيش في الشوط الاول. النادي الاهلي طبعا الشوط الاول دوت ما ظهرش خالص الا اخر 10 دقائق بدانا نشوف خطوره للنادي الاهلي، بدا لما يفتح اللعب ناحيه الاطراف، وده معظم ما جاء في الشوط الاول بسبب البطء الدفاعي للنادي الاهلي. خرج الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0، ونجاح علي ماهر في التكتيك بتاعه، وهو الدفاعات والتكتلات الدفاعية وتضييق المساحات من جانب لاعبي النادي الأسيوطي على مهاجمين النادي الأهلي. ده انتهى الشوط الأول، وكان زي ما قلت أسوأ شوط للنادي الأهلي في المباراة دي. نبدأ بقى في الشوط الثاني على بركة الله. انسى بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله،
انساه خالص. الشوط الثاني ده مباراه تانية خالص، كان النادي الاهلي بيبدا من جديد، واللي شفناه خلال اول ربع ساعه واللي احرز عبد الله السعيد الهدف الاول للنادي الاهلي من كوره جامده جدا وملعوبه عن ناحيه الاطراف وناحيه الطرف صبري رحيل، وقدر يضم بالكوره ويلعبها هناك في مقص حارس مرمى نادي الاسيوطي. بدانا فعلا نشوف الاهلي يسيب التكتل الدفاعي او الزحمه الدفاعيه اللي كان عاملها الكابتن علي ماهر لدفاعات الاسيوطي، وعامله زي ما يقول كده يعني عجن في المنطقه ديت. فكان الاهلي لازم يفتح الملعب شويه على الاطراف بحيث يسهل للمهاجمين والعمق بتاعه يكون فيه تنفس علشان يقدر يحط الهدف ويقدر يلعب المباراة بشكل كويس جدا. بعد ما احرز النادي الاهلي الهدف في الدقيقة الثامنة من المباراة، بدأنا نشوف فرقة الاسيوطي بدأت تفتح الخطوط بتاعتها، وبدأنا نشوف النادي الاهلي بيلعب كرات طولية لوليد ازارو في هجمات مرتدة. بس كان يعيب النادي الاهلي في الشوط دوت وهو الميس باص اللي كان موجود كتير سواء من جونيور اجاي اللي احنا مش كنا متعودين نشوف ميس باصات كتير، كان بيقدر ياخد الكرة الهجمة ومفروض يلعبها على طول، بس كان في بطء من ناحيته شوية او ما كانش فايق في المباراة ديت. فده اللي عجل بخروجه في الدقيقة 75 وخروجه ونزول مكانه احمد الشيخ، وخروج مؤمن زكريا اللي انا كنت بنتظر ان هو يخرج من الشوط الاول اللي ما كانش ظاهر اصلا وينزل مكانه باكا. بدأنا نشوف في تحركات ناحية باكا وناحية محمد هاني اللي بيثبت مباراة عن مباراة وانه كويس جدا في المنطقة ديت، وان الكابتن حسام البدري بدأ يديله فرص مكان احمد فتحي ويراقب احمد فتحي شوية. وبسبب الاجهادات اللي كان بيلعبها احمد فتحي بدأنا نشوف محمد هاني بيظهر بشكل كويس جدا. خروج سعد السمير في الشوط الاول بسبب الاصابة، ونزول محمد نجيب اللي بيثبت في وقت الصعاب بنلاقيه وبيقدر يسد بشكل كويس، وقدر يقفل على جبهة محمد عنتر هو وشيكا في الشوط الثاني، ومبدأناش نشوف اي خطورة ليهم نهائي. بدأ محمد نجيب يقفلها بشكل كويس جدا هو وايمن اشرف. صبر رحيل ناحية الشمال بدأ يظهر بشكل كويس، طلع بكورتين عرضتين، بس يعيبه زي ما قلنا مش بيقدر يرفع الكورة بشكل كويس او بشكل مناسب ناحية المهاجمين. بدأ عبد الله السعيد يمين ناحية صبر رحيل، ويقدروا هو وجونيور وصبر رحيل يعملوا دوتات مع بعض ويلعبوا مع بعض، وقدر ده اسفر عن هدف للنادي الاهلي في الدقيقة الثامنة لكورة. ولا أجمل هدف ولا أروع هدف في مسابقات الدوري الممتاز السنة دي. موسم الأسبوع اللي فات جونيور أجاي حط هدف زيه بالظبط في إنبي، والأسبوع دوت قدر عبد الله السعيد يحط هدف ليه مماثل في شباك حارس مرمى الأسيوطي. بدأ الأهلي بعد ما أحرز الهدف بدأ يتراجع شوية وبدأ يلعب الهجمة المرتدة، بدأ يسحب دفاعات الأسيوطي، وبدأنا نشوف في مساحات في دفاعات الأسيوطي بدأ الأهلي يلعب عليها في كرات طولية ليه زي ما قلنا جونيور أجاي وباكا لما نزل ووليد أزارو، لكن التوفيق في إنهاء الهجمة الأخيرة ودوت ادى الى خروج المباراة بنتيجة 1-0 للنادي الاهلي. في حاجة كده او موقف استوقفني في الدقيقة 80 وهو هدف جونيور اجاي الابيض. انت خلاص اديت الفرصة للعيبة وخلاص، هو احتكاك بين اللاعبين، انت جهاد جريشة حكم دولي رايح يحكم مباراة في كاس العالم، خلاص الكورة جون، ليه توقفها وتحسبها فاول؟ خلاص انت اديت الفرصة، خلاص لازم بعد ما تصفر، بعد ما الكورة تدخل جول تصفر وتقول تلعب انها فاول، كنت تسيب الفرصة. والاهلي كانت المفروض تنتهي المباراة 2-1. ده ابرز ما جاء في المباراة عامة في الشوط الاول والشوط الثاني. محمد هاني تقييم ليه ادى مباراة بشكل كويس جدا. ايمن اشرف برضو مستواه عمال يزيد من يوم عن يوم. وصبر رحيل في المنطقة الدفاعية ممتاز جدا، وما قدرناش نشوف خطورة لعمرو بسام اللي كان بيحاول يلعب عليه هو وشيكا، بينقلوا الاماكن مع بعض هو ومحمد عنتر في المباراة ديت. محمد عنتر ده مهاجم متميز جدا بس بيعيبه الأنانية، لو كان بيلعب مع زمايله كان يقدر يعمل يقدر الاسيوطي يحط هدف، لان كان محمد عنتر بيسحب دفاع النادي الاهلي ناحيه الاطراف، كان العمق بتاع النادي الاهلي بيبقى فاضي في الكوره لما تبقى مع محمد عنتر. لو كان قدر يلعب كوره على قوس ال 18 او في عمق النادي الاهلي في الهجمه المرتده ليهم، كان ممكن نشوف مشاكل ونشوف الاسيوطي احرز هدف لا قدر الله. دوت ابرز ما جاء في المباراه
الاهلي والاسيوطي. مبروك للنادي الاهلي المركز الثاني مؤقتا، متبقي ليه 3 مباريات مؤجله ويفصله عن الصداره مباراه او 2. وفي النهايه نتمنى منكم تعملوا لايك وشير على صفحاتكم وتعملوا اشتراك على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.